حقوق الانسان قبل ما الثوره تبدا كان دايما محاط كده بحاله من ان مفيش حاجه هتتغير. بس انا اكتر حاجه اثرت فيا يعني كان اليوم ده، انه الراجل العسكري اللي كان واقف قدامي كان عمال بيعيط، لانه كنت عماله افكر كده هو يعني ليه ايه اللي وصلنا للمرحله دي انا وهو، يعني هو مش عايز يضرب نار، ده واضح. مثل عصفور كثير عشت كالعبد الأسير، لم يرد سجاني يوما أن أغني أو أطير. يعني نظام السيسي والنظام الحي جه على اساس مظاهرات 30/6، ما جاش على اساس انتخابات، وبالتالي اول حاجه عملها الغاء المظاهرات بقانون قانون منع التظاهر الرئيسي. يجي علشان كان الاخوان بيعذبوا الناس عند الاتحاديه، انه فجاه بيعذب الناس في السجون وفي المعتقلات دلوقتي. يجي عشان اللي بيمارس فاشيه، نظام الاخوان المسلمين كان بيمارس فاشيه باسم الدين، يجي هو يمارس فاشيه باسم الوطنيه، وان يعارضني فهو خائن، فهو مضاد للوطنيه ومضاد للجيش الوطني. يجي علشان في حد ادنى وحد اقصى الرجول لم ينفذ له 5 سنين، لم يتم اقرار الحد الادنى وحد اقصى الرجول حتى هذه اللحظه. يجي عشان في عداله انتقاليه، وناس ماتت 3 سنين قبل الثوره، 5 سنين ما اختصوش بحق الناس دي، يجي ما يتمش اقرار العداله الانتقاليه. يجي عشان كان في اعلام حكم الاخوان المسلمين يوجه الاعلام الديني لتكفير المعارضين دي، اذا في يوجه كل الاعلام لتكوين المعارضين. حديثنا عن ايه؟ احنا استخدمنا ما ينفعش نستخدم فاشيه دينيه باسم فاشيه وطنيه، هنكمل ضد اي فاشيه حتى لو احنا في الخندق ده لوحدنا. عشت كالعبد الأسير ليس لي حق ضد وزارة الداخلية، ضد العسكر، ضد الإخوان. جت الأهالي وفي ناس بلطجية مندسة معاهم، مشوا قعدوا علينا بالشتيمة والضرب والإهانة، وزي ما أنت شايفة كلنا بقينا تحت هنا. في ناس كبيرة ومش عارفين نرد عليهم، عشان أصلا حاسس الأدرية علينا بالضرب. في ناس مننا اتضربوا مش عارفين نرد عليهم، نقول لهم إيه يعني؟ ناس كبيرة في السن، واقفين ومستنيين أهو نشوف اللي يحصل. هي 6 ابريل رغم ان ساعات الناس بتهاجمها في مصر، ولكن في اقسام العلوم السياسيه في جامعات كثيره نموذجها يدرس في هذه الجامعات. الناس بتاعت 6 ابريل بتهان في مصر، لكن في كل الجامعات في العالم كله، في امريكا وفي اوروبا وفي اسيا، 6 ابريل بنموذجها، بتاسيسها، بهيكلها، بافكارها، نموذج بيدرس في الكتب بره مصر. لان رئيس الجمهوريه اصلا ومؤسسات الدوله اصلا هي اللي شرعنت لوجود لغه الدم طول الوقت في الشارع وفي التلفزيون وفي الجرايد، هي اللي شرعنت، ورئيس الجمهوريه قاعد في قصره ان الناس تتضرب وتتسحل. فاحنا بنتكلم على انه دي دوله بكافه مؤسساتها، البيروقراطيه بتقتلنا، مصانعها بتقتلنا، مستشفياتها بتقتلنا، مدارسها بتقتلنا، جامعاتها بتقتلنا، كل مؤسسه فيك يا دوله بتقتلنا. ودماغهم للتغيير، ودماغهم للتغيير، مصر في عهدك سجن كبير.